في ايه؟ الميه قطعت، الميه والنور قطعوا. الميه والنور، النور شغال. البتاع ده يخش في عيني يحرقها، في ميه هنا على جنب. هو ايه اللي انت حطيته على وشك؟ الصابونه اللي انت كنت حاطاها هنا، صابونه شيك كده شكلها اورنج. انا عايزها تخش في عيني. مش هينفع يا زينب، في سنسوب. طب يا زينب بعد اذنك، لو ما جبتيش الميه انا همسح في الفوطه. يلا الصابون بدأ استخدم ده على وشك. يا ثانية وانا عشان مش عارفه احاسبك في الحمام. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيه. هو ايه المشكله؟ حسبي الله. ما لقيتش فيه صابونه، انا ما لقيتش فيه صابونه ولقيت دول هنا. ايه ده اللي على شعرك ده؟ ايه انت اللي حطاه. مش عارف افتح عيني عشان ايه. حطيت ايه؟ اغسل يلا. يعني انا مش عايز استحمى دلوقتي، بعد اذنك انا ورايا شغل. انا هجيب لي نفسي صابونه كبريت من اللي ابوه كان بيستخدمها. هو انت قطه؟ صابونه الكبريت دي بتاعت القطط. طب شعرك لسه في شامبو. انت حطيتي لي شامبو ليه اصلا؟ انا مش عايز استحمى. عشان تعرف تستخدم ازاي الليف ان بتاعي. يعني الليف ان بتاعك عليك وعلى الليف ان بتاعك. بتحط ده على وشك. ايه ده يعني؟ ده ليف ان. يعني ايه ليف ان؟ هو انت كل ده مش عارف؟ مش عارف. استنى ارجع ورا. والله ما عارف. زي السيروم كده. يعني ايه السير؟ هو الصابونه ومفيش غير الصابونه اللي كانت هنا فين؟ خلصت. انا عايز صابونه لوكس، صابونه كامين. يا ترى انت استخدمتها هي كمان ولا لا؟ وريني. انا خدت حاجه وريني بس. على ايدي على وشي. وريني. بيتحط بعد ما بتعمل استشوار. انا مش عايز استحمى. جربه بقى بالمره. انا مش عايز اجرب حاجه. الله. مش عارفه اسمي في الحمام. ده ايه ده بقى؟ سيبه بقى على شعرك نص ساعه. انت مستعجل؟ يخرب بيت. خد اللي فاضل في ايدي. خد. شعرك شعرك بيقع كده ليه يا احمد؟ عندي تساقط بجد. ايه ده؟ بص أيوة الشعر. الحاجه اللي معاك دي بتعالج التساقط. طب ما هو مش هينفع حاجه على ورا حاجه عايز اعملها. ما ينفعش اغسله دلوقتي وباخد نص الايفكت. لا مش هينفع، لازم تستنى. لازم. اوكي. والمنتجات دي مش ماليه عينك. بتغسل شعرك بالصابونه. مش دي حريمي؟ الصابونه دي يا بابا بتاعت الايد. بنغسل بيها الايد بعد ما اكلنا مثلا. صابونه من الايد. انت ما تعرفيش الصابونه دي بتعمل ايه؟ الصابونه دي كنا بنستخدمها بديل جل. كنا بنحط نوع معين يعني؟ لا، نجيب الصابونه العادي تقوم حاطها على شعرك. انا مثلا دلوقتي حاطط حاجه شبه الصابونه اهو، بسرح كده. كنت دايما انا اسرحها كده. انت كنت بتعمل شعرك عارف يديك زي العيال الصغيره. وتسيب الصابونه ربع ساعه نشفت بقى جل. بيثبت الشعر زي كانه جل بالظبط. لا انا هقول لك ده بيعمل ببلاش. ايه. اولا هو مش ببلاش لان الصابونه دي بفلوس احنا مش سارقينها. لا بس ارخص من الجل. كيس الجل كان بجنيه ونص. بتنشفه، بتقصفه، بتطلع شعر ابيض بيقع. في حاجه تانية ممكن تعمل؟ يعني الحاجه الوحيده ان شعرك يروح يعمل لك محضر، تساقط وقشره وجفاف وتقصف وشعر ابيض. طب الصابونه الكبريت دي بتاعت القطط بس، عشان لما يكون فيها براغيث بنحميهم بصابونه يا الكبريت. نهار ابيض، ابويا كان بيعمل لي على سنان قطه. او يمكن شعرك كان فيه حشرات مش عارفه. على فكره انا شعري كان ناعم والله وانا صغير. كان ما انت حرقته بالصابون. كان طويل لحد هنا. يا سلام. وعينيك كانت زرقاء. ايوه عرفت منين؟ شعرك كان اصفر. لا كان اسود عادي بس عيني كانت زرقاء. عرفت منين؟ ده انت رهيبه. بتغسل وشك بالليف ان وشعرك بالصابونه. انا ما اعرفش. بنغسل شعرنا بالشامبو وبعدين نعمل بلسم وبعدين نعمل حمام كريم وبعدين نحط ليف ان او سيرم. نعم يا اختي. وشنا بنغسله بغسول. الصابونه دي للايد بس. الوش ما بيتغسلش بصابونه؟ يعني ده بنغسل بيه وشنا. طبعا ده حاجه غريبه جدا عليك. ايه ده؟ مش فاهم ايه اللي بيحصل. يا ديني. ايه ده؟ ده بتاع غسيل وش؟ بتتكلمي جد؟ انت كنت فاكره ده؟ كنت بتحطه في اسنانك؟ انا بقول عمال يخلص ليه؟ ما اعرفش. انا فاكره بتاع المضمضه بتمضمض. ده مكتوب عليه غسول فم. ده مكتوب عليه غسول بشره. امال ايه لونه اخضر؟ لونه اخضر بس. اغسل شعرك يلا. لا في حمام تاني ما فيهوش ولا منتج، في صابونه بس. الحمام التاني ده بتاعك. وانا شعري مش هينشف بقى عشان حاسس ان هو رطب زياده عن اللزوم. اهو بص بقى طري ازاي. ما هو انا مش عايزه طري كده، عايزه ناشف. ما هو طري كده هيفضل مايس. يلا يا احمد بس هعمل لك شعرك سيكون. لا مش عامل حاجه تاني. نشف بس الاول. مشي ايدك كده في شعرك. حاسس بايه؟ هو الصراحه زينه هو بقى رطب وناعم. انا مش هكدب والله، هو بقى رطب وناعم عن الاول. طب يلا ارجع بقى. ولونه تقل. مش معنى كده يا حبيبي ان انت لما تحطه على وشك هينعم. والله وشي بص بقى جلوي. بننشف. بعد كده نبدا بقى ايه؟ نستشور. لا انا مش هستشور عندك، انا هستشور في محل تاني. عشان نحافظ على شعرنا من الاستشوار نعمل ايه؟ شايف النقطه قد ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده سيرم. ليه الانسان عشان يحط؟ الحراره بتاعه الاستشوار ما تمسكش الشعرايه نفسها، تقصف عمرها. امال ليه الحلاق يعني بالظبط هقول لك على حاجه. انت تقدر تمسك عين البوتاجاز من غير جوانتي؟ تمسك العين كده كلها من غير جوانتي؟ لا اكيد لا. ما تقوليش ان ده عازل. عازل. انا هحاول استشارك زي ما انا بعمل شعر. زي لا ليه؟ ما هو نفس يعني هو شعر بني ادم. يعني هو ايه؟ لا مش يا لا ما ينفعش.
ايه ده؟ ما هو انا مش هخرج كده. مع اننا عاملينه كده بقى على ورا. في حاجه غريبه بس مش عارفه هي ايه. تفتكري هي ايه؟ بص من الجنب ده، بص من الجنب هنا. بس بالامانه بالامانه شعرك اطرى من الاول. اهو والله بقى جميل، بس انا مش عارفه اديله الاتجاه بتاعه. انا حاسس ان انا عامل قصه. هو انا اقرع من قدام؟ ما هو ده بسبب القرف اللي انت قلت. يا لهوي بص شعرك بقى عامل ازاي يا احمد. بقول لك ايه، ما تعملش كده تاني ارجوك، ما تستخدمش الصابون تاني. حاضر. يعني شعرك بقى بص الحته دي فاضيه. خلاص نبقى نعمل كده عشان ما يبانش. وضعي الاجتماعي لا يسمح. انت تستغليني عشان تجربيهم؟ لا يا بابا انا مجرباهم وعارفاهم. انا بس قلت بالمره بما ان انت غسلت وشك بالليف ان اروق عليك. ما تشديش جامد يعني الشعره مش هو في ايه السلك فين؟ ما هتلاقيه. هو انت مش بتعمل شعرك كده على طول؟ ايوه انا بعمله كده على طول. بس فاضل أنا ايه بقى؟ مش عارف ايه اللي غلط. محسساني والله العظيم والله كاني بعمل استشوار اونلاين. استنى بقى عشان هعمل لك حركه حلوه. مش انت خارج؟ خارج. انا كده هخرج مع اصحابي اللي فين هنطاي. الليف ان بتاعي؟ ليف مي بقى في حالك، كفايه كده. ايه ده اللي انا كنت بغسل بيه وشي. طب ما تعالى. هيبوظ الاستشوار ده. يبوظ الششوار ايه؟ لا ده بيخليه لامع. بجد؟ اهو بص. شويه. ايوه بس عايز بقى تحط على الشعر كله. انا الصراحه مستخسره فيك. شكرا. طب والله العظيم بقى زي ما انت بتعمله بالظبط. انت بتجيلي من عند الحلاق شكلك كده. يعني انا عشان اوصل للنتيجه اللي انا فيها دي هصحى من النوم هغسل شعري بالشامبو وبعد كده هجيب كونديشنر. ده الكونديشنر بلسم او ايه؟ او ايه؟ او حمام كريم. ما انا مش خبير قوي. ما ينفعش الاثنين مع بعض كنوع من انواع لا البكاسه. لا 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 ليه هو كده هتديك الفايده. يعني هو ايه كتره؟ البلسم بيتغسل بيه. ما بنسيبوش على الشعر، نغسل ونشطف على طول. يعني ممكن تسيبه 3 دقايق، لكن حمام كريم لازم يقعد ربع ساعه. والليف ان ايه؟ والليف ان ده بعد السشوار. بعد السشوار. سيرم والسيرم قبل السشوار. طب انت لو مش عايز تعمل سشوار حطه برضه هيطري شعرك. بس جميل الصراحه. مخلي شعرك بعد طري اذنك قوي. بقى تشتري لك واحده مالكش دعوه بالمنتجات. المجموعه دي رخيصه ولا غاليه؟ اقل من 1000 جنيه. اقل من 1000 جنيه؟ 5 حاجات؟ لا دول بس. دول كده؟ ده ليه سعر منفصل. بجد دول باقل من 1000 جنيه؟ ده لتر وده لتر وده نص كيلو ودوت 100 مللي صح؟ ده انا جايب الشامبو ب 500 جنيه. ايه؟ الشامبو الواحد. شامبو ايه اللي انت جايبه 500 لما جبته من السعوديه وانا جاي. المنتجات دي حبيبه مصريه. بس والله العظيم ما انت واخد منها حاجه تاني. بالله عليك بالله عليك يا اخي. خلاص انا كنت فاكرها صابونه. بالله عليك عايز تجيب لنفسك هطلب لك. حاضر. في عرض ليا انا بتاعي. انا يعني اول ميه لو ما كانتش قطعت انت ما كنتش هتحسي بحاجه اصلا ولا كنت هتعرفي حاجه. هو عمال ولا كنا ينقص. هنبقى قاعدين القعده دي. هو عمال ينقص. انا مش عارفه هو بينقص ليه. بس لا. هو في اوفر بتاعي تقدر تستفيد بيه. ايه ده انت عندك كود خصم؟ مش كود خصم. ونروح اقول لهم بس ان انت من عند زين هيدوك 25% خصم والتوصيل مجاني لكل المحافظات. محتاج اقول لهم هم اكيد عارفين ان انا جوزي. 25% خصم وايه؟ توصيل فري؟ توصيل مجاني لكل المحافظات. حلو بعد قوي اذنك دي التوصيل منتجاتي. المجاني ده. بعد اذنك السشوار ده بتاعي ها؟ خده. انا هاخد المنتجات بتاعتي. لا ما تبص اللي